طيب رغم ان انت بتقول انك ما بتختارش المعارك وانها بتفرض عليك، بس انت في ناس كتير شافت احمد شوبير بيطلع يعني الغسيل الوسخ بتاع الحزب الوطني بعد ما الحزب وقع خالص في اوقات كتير وانتقادات مختلفه خالص. ولا في وزكريا عزمي وانا في الحزب وكلامك عن زكريا عزمي ولا وجمال مبارك، لا خالص. بس انتقدت. لا انا كتبت مقال بعنوان حكايه جيمي، كتبت مقال بعنوان مكالمه من الرئاسه، لكن لم ولن اجرح. ده انا بقول لك مرتضى ما اقدرش اتكلم عنه لانه في محنه، فبالك الناس دي موجوده في السجن. حد فيهم صعبان عليك؟ طبعا. مين؟ كتير. مين طيب؟ كتير والله، بشوف المنظر في القفص بزعل جدا. كتير يعني انا بني ادم انسان صعبان عليك رغم جرايمه؟ بزعل جدا. بتشوف ايه؟ علاء مبارك بزعل جدا. علاء كان صاحبك؟ صاحبي بحبه، يعني خلينا كناش يعني انا الوحيد اللي عمري ما لعبت مع علاء مبارك مباراه عكس ما قالوا يعني، بس بشوفه بيصعب عليا. وعلاء مظلوم؟ انا ما اعرفش في القضايا ايه، لكن على المستوى الانساني انا شايفه بني ادم محترم. انت مصالحك اكتر مع النظام الجديد ولا مع النظام القديم؟ انا لا مصالح لا مع القديم ولا مع الجديد، خسرت فلوس وخسرت جهد ووقت وعرق وصحه مع النظام القديم. قعدت اعمل لطنطا وقعدت اشتغل للدايره وقعدت اموت نفسي، وفي الاخر لقيتهم بيتكلموا دايما اعضاء مجلس الشعب دول حراميه ودول لصوص ودول. وانت ما كسبتش حاجه من عضويه البرلمان؟ اسال اصحابنا كلهم. ده لو خدت متر ارض، لو يعني مثلا ايه، لا مشروع سياحي ولا مشروع تجاري ولا مشروع صناعي ولا مشروع مدرسه ولا بس بريق اسم احمد شوبير. مش محتاج الحمد لله يعني.